الجو في كندا تختلف طبعا. راه مونريال ماشي هي مثلا شي وحده، ماشي هي شي مدينه في البرتا في الشمال، ماشي هي فانكوفر، ماشي هي شي مدينه مثلا في يوكون ولا في القطب الشمالي. يعني الجو تختلف اون جينيرال. بمعنى كندا كامله فيها الثلج، ولكن الثلج ماشي بحال راه الثلج في فانكوفر ماشي هو الثلج في مونريال، الثلج في مونريال ماشي هو الثلج في راديسون. يعني الجو تختلف نسبيا، وزيد على حسب الظروف ديال الواحد. مثلا واحد عايش في واحد المدينه اللي مزيانه، فيها الخدمه، عايش بواحد الخدمه اللي مثلا غير في البيرو مثلا، ولا خدام اديستونس، هادو تلقاه اصلا ما تيخرجش للثلج، مثلا تيقيل في الدار ديالو، ولا خرج يقبض الطوموبيل، تلقاه مثلا في ظروف مزيانه يخرج يقبض الطوموبيله في الكراج، تيركب في الطوموبيل تيمشي شركه لاجواء مزيانه، ما تيحس لا بالثلج لا حتى شي حاجه. لا بغى يخرج يدير ديزاكتيفيتي كاينين تلقاو داخل، ماشي بالضروره يخرج يدير اوت دورز اكتيفيتيز، يعني مثلا يدير الهايكين في الجبل في الثلج، ماشي بالضروره يخرج يلعب مثلا في الزنقه، ماشي بالضروره يدير بزاف ديال الامور في الزنقه. عنده جميع العوامل انه تتخليه بعيد على الثلج وخا ما تعجبوش الثلج. دونك هنا تيقدر يتعايش. اما الواحد اللي ما كانش يحمل الثلج نهائيا فهنا صعيب. انا ما ننصحكش تجي لكندا، لان كيفاش انت لا يعقل، انت جاي من مدينه، مثلا انا نهضر على المغرب، انت جاي من مدينه ديال الداخله، مولف البحر، مولف السخونيه، مولف الشاطئ، مولف بزاف ديال الامور، وتجي تعيش واحد المدينه مثلا تعيش في راديسون في الشمال ديال كيبيك، في واحد الخدمه مثلا، واحد الخدمه اللي تحتاج تكون برا سينيالور مثلا ديال الطرقان ولا شي حاجه تحتاج تكون برا، لا يعقل انك غادي تكون مرتاح. ما يمكنش تكون مرتاح، لان الظروف ديالك اللي عشتي فيها وكبرتي فيها واللي تتعجبك مختلفه على شنو غادي تعيشوا هنا راه طبعا ما غاديش يعجبك الحال، وغادي تدخل في الديبرسيون وبزاف ديال الامور واحده اخرى، وغادي تندم النهار اللي حطيتي رجليك في كندا. هذا الشيء علاش الانسان خصو يعرف راسو. طبعا ماشي الناس كاملين بحال، يقدر شي واحد يقول لك انا تعجبني الثلج، يقدر واحد اخر مثلا تيعجبو يدير ديزاكتيفيتي في الثلج، يقدر واحد اخر تيعجبو يتادابا، ماشي مشكل. كاين ناس تختلف، ولكن كاين بزاف الناس اللي ما تيعجبهمش هذه المساله هذه، ولا تيجي مثلا واخا يكون تيعجبو الثلج ولكن الثلج تيطول، تلقى مثلا 6 شهور على حسب المنطقه اللي فيها، ولا 4 شهور وديال الثلج، يعني هو ما تيرتاحش. راه النص ديال العام، راه النص ديال حياتك لو بقيتي في كندا كامله. دونك هذا العامل ديال الجو حتى هو في نظري تيأثر ويخلي الواحد ما يسمحش بلادو ويجي لكندا. كاينين اسباب كثيره واحده اخرى، انتم تعطيوني الاسباب ديالكم وتعطيوني الراي ديالكم في هذه المساله هذه. وكما قلت هادو تيبقاو فقط الاراء والناس تختلف. يقدر الواحد يعتبر هذا سبب، واحد اخر بالنسبه لي هذا ماشي سبب، يقدر يكون هذا دافع انه باش يخوي البلاد ويجي لهنا. كما قلنا عطيوني لي كومونتير ديالكم، شنو نتوما الدافع اللي يمنعكم باش ما تجيوش لكندا، وشنو الراي ديالكم في هذا الشيء اللي قلت.